النهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى وصفة مكرونة محمرة. بجد طريقة رائعة جدا جدا وحلوة قوي 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 في الطعم، وتقدري تاكليها مع وصفات كتير اللي هي زي الحاجات النواشف، يعني بجد بجد رهيبة. ووصفتها سهلة جدا جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان اي وصفة اعملها تنزل لكم على طول، وتشوفوا كل وصفاتي. وان شاء الله كل اللي بعمله يعجبكم، ويبقى يعني اكون بقدر ان انا افيدكم باي حاجة حتى لو بسيطة جدا، وتقدروا تكونوا بتتعلموا منها. دلوقتي انا هجيب الحلة كده اهو زي ما انتوا شايفين، هحط فيها معلقتين كده من الزيت على معلقتين من السمنة. تمام. السمنه دي عاديه مش بلدي ولا حاجه، بس هي يعني دي معلقه كبيره بمقام معلقتين صغيرين. وهنزل عليهم بقى بكيسين مكرونه من اللي هي المرمريه الصغيره بتاعه التحمير دي. اي نوع انت بتفضليه وتحبي تستخدميه استخدميه عادي جدا. دلوقتي انا حطيتها، هفضل بقى استمر في التحمير عشان تبقى كلها لونها واحد، ما تبقاش ان هي محروقه منك، لان دي لما بتتحرق بتبقى مش حلوة خالص في الشكل ولا في الطعم. فانا فضلت احمر فيها بقى كده اهو بالشكل ده لحد ما خليتها كلها اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه قدامك ده. اهم حاجة تحافظي على التقليب بتاعها كويس جدا جدا عشان تديك نتيجة كويسة. والسر بقى اللي بيخلي لك المكرونه بتاعتك تحفه وطعمها مسكر جدا جدا، هي الطماطمايه المتقطعه رفيع خالص زي ما انتوا شايفين، مقطعاها صغننه جدا جدا. بعد ما بقى حمر المكرونه وخلاص قبل ما ازودها، بنزل عليها بالطماطمية دي وبفضل اشوح فيها كده معاها. عايزه اقول لكم بتوديها في حته تانية خالص خالص، وبتبقى طعمها بجد رهيب جدا جدا. تقدري لو انت ما عندكيش شوربه تحطي عليها مكعب مرق بس مع الفلفل الاسمر والملح. عندك شوربه حطي كبشتين. انا بصراحه كان متوفر عندي شوربه، رحت حطيت كبشتين من الشوربه وعليهم شويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح. وحطيت كوبايتين ميه مع الكبشتين الشوربه. تمام. وسبتها بقى متغطيه، وبعد على نار عاليه لحد ما اتشربت معايا. وبعد كده رحت مهديه النار عليها موطيه لحد بقى ما استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان طعمها رهيب جدا جدا. احنا كنا جايبين معاها كفته جاهزه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتك وتكون سهله وسريعه.